رجل له وظيفة راقية، وآتاه الله عز وجل شكلا جميلا ووسامة، وله زوجة تروق له، ودخل جيد، وهو في ريعان الشباب والقوة، لكنه بعيد عن الدين بعد الأرض عن السماء. كان بعيدا عن الدين بعدا غير معقول، حتى أنه كان يسخر أحيانا من أحاديث رسول الله. رزقه الله بنتا أحبها حبا شديدا حتى أخذت جزءا من عقله. أصيبت ابنتي بمرض السرطان في دمها، ما تركت طبيبا إلا وقابلته وعرضت عليه ابنتي. قال لي: فحصها أكثر من 36 طبيبا، وكلهم قالوا لي: لا يوجد أمل في شفائها. ثم قمت ببيع بيتي وبعض أملاكي، وسافرت بها إلى بريطانيا للمعالجة. جلست مدة طويلة وأنا أذهب بها من طبيب إلى طبيب، ومن مشفى إلى آخر، وكلهم قالوا لي: لا يوجد أمل في شفائها. بذلت من أجلها كل ما أملك من مال وجهد، والنتيجة النهائية كانت سرطان في الدم، ولا أمل في الشفاء إطلاقا. قال لي: ثم في إحدى الليالي وأنا أبكي، وإذ خطر في بالي خاطر لعله ملائكي، لو أني تبت إلى الله أنا وزوجتي وحجبت زوجتي وصلينا معا، لعل الله يشفيها. هكذا خاطر ملائكي، لا أعلم كيف جاءني. قال لي: فاستجبت لهذا الخاطر فورا، وتبت إلى الله بنفس اللحظة توبة نصوحا، واصطلحت معه، وعاهدته على الاستقامة التامة، وحجبت زوجتي، وأصبحنا نصلي معا وندعو الله كل ليلة. يعني سرت في طريق آخر تماما، طريق الرحمن. قال: ثم بعد مدة تراجع هذا المرض عن ابنتي شيئا فشيئا فشيئا، وأنا في طريقي للخروج من مكان الحفل سألته: هي يعني قصدت، هل هذه نفسها ابنتك التي كانت مريضة؟ قال لي: هي. قلت: سبحان الله الشافي القادر على كل شيء، شفاها الله وزوجها أيضا. لا إله إلا الله. العبرة هذا المرض ماذا فعل بهذه العائلة؟ هذا المرض ضيف جاء فحمل الأب والأم على الطاعة والتوبة والصلح مع الله، ثم غادر. هذا فعل الله. المصيبة رحمة من الله، لكنها رحمة مبطنة. مرض قد يقودك إلى باب الله، فقر قد يقودك إلى باب الله، حجز حرية قد تقودك إلى باب الله، مرض ابن قد يقودك إلى باب الله. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى دائما أبدا.